بسم الله وعلى بركة الله. هنبتدي فيديو النهاردة طاجن اللحمة بالبصل. مين فينا ما بيحبش الطاجن ده؟ كلنا طبعا اكيد بنحبه، كبار وصغيرين. طاجن مينفعش يعدي كمان العيد الكبير الا لما لازم نكون عاملينه. جربوه وخليكم معايا عشان تعرفوا كل الخطوات والتركات اللي هتطلع لك احلى طاجن لحمة دايبة وصوص كده خطير ونكهة من البهارات الرائعة. تابعيني وخليكي معايا، بس ما تنسيش انا فوقش في المطبخ. لو لسه معايا واول مره تشوفيني اتمنى تشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه كده أنا استخدمت ميكس كده وخليط من الدهون. خدت معلقه زبده على معلقه زيت وقطعتين من اللي هي الدهن. بتخلي اللحمه نكهتها حلوه جدا. وكالعاده طبعا انا نسيت اطلع اللحمه من الفريزر، فحطيتها زي ما هي كده. ما خدتش ثواني وكانت فكت من بعضها. هغطيها عشان تفك كده شويه من التجميد بتاعها، وهيبقى كده تمام معانا. وهتبتدي تنزل الميه بتاعتها. هسيبها لحد ما تشرب الميه بتاعتها تاني، وبعد كده هبتدي اضيف لها يعني البصل بتاعي. انا استخدمت هنا كيلو من البصل. الكيلو لحمه كيلو من البصل، واللحمه دي كانت نوعيتها موزه. قولي كده لما تكوني عايزه تعملي طاجن اللحمه، قولي له انا عايزه لحمه موزه، بتبقى تحفه يا بنات وناعمه وحلوه جدا في الطاجن. هحطها لحد ما البصل يعني اغطيه كده يدبل ويبتدي يتكرمل. هزود له بقى ايه شويه ميه صغيرين. كل شويه تشرب الميه ولسه ما استوتش ازود لها شويه ميه كمان. هتخش في مرحله السوى. هبتدي انزل بالبهارات بتاعتي وهكتبها لكم في صندوق الوصف علشان تعرفوا كميه البهارات والنوعيه اللي انا استخدمتها. لحد ما هتخش كده في 3/4 السوا خلاص. هزودها شويه ميه كمان وابتدي احطها في الطاجن بتاعي. والوقت ده انا كنت مولعه الفرن علشان يسخن. وهزين الطاجن بتاعي من على الوش كده بطماطم وكام قرن من الفلفل. وكده الطاجن بتاعي كان خلص. بس عايزه اقول لكم تحفه والريحه تجنن قلب البيت. وكمان اللحمه طالعه دايبه زي الزبده، خطيره. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. واستنوني كده في وصفات جديده ان شاء الله في فقش في المطبخ. وما تنسوش تشتركوا في القناه واللايك وشير لو عجبكم الفيديو، وايه رايكم ايه في